صاحبتي قالت لي حطي الليمون في درج الغسالة وهتنبهري من النتيجة. بجد فكرة حلوة جدا وعجبتني وقلت اقول لكم عليها. يلا بقى لو لسه ما حطيتيش اللايك الجميل والاشتراك منك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتي. يلا بينا نبدأ الفكرة. حطي الليمون في الدرج كده وهتنبهري بجد من النتيجة. هتجيبي الليمون وهتقسميه نصين وهتبتدي تمشي على حروف الدرج والدرج كله بالشكل اللي انت شايفاه ده، وتعصريه كمان جوه الدرج. اي نوع غسالة ينفع فيها الفكرة دي. الفكرة دي هتعملك هي هتشيلك كل ترسبات الاريال اللي موجودة في الدرج، وهتقضيلك كمان على الصدى اللي موجود في الدرج بقاله فترة. بجد حلوة جدا. وبعد كده بعد ما تعصري جوه الدرج وتسيبيه، تعملي بقى كمان دورة خل في الغسالة، هتقضيلك على اي روايح واي صدى موجود في الدرج والترسبات كمان، انت كده هتقضي عليها كلها. الفكرة اللي بعد كده من تقطيع البصل او اي حاجة هتسيب ريحة في ايدك وعايزة تقضي عليها ومش عارفة، هقولك على فكرة حلوة جدا هتقضيلك على الروايح اللي هتبقى موجودة في ايديكي بكل سهولة، ومش هتكلفك حاجة خالص. انا بقطع كمان معاكم التوم اهو، بوريكم ان صوابعي كلها اكيد بقت ريحتها توم من تقطيع او البصل. هتجيبي المعلقه، ايوه المعلقه، وهتبداي ان انت تمسحي فيها صوابعك بالشكل ده كده. هتمسحي المعلقه في صوابعك كده وفي ايدك، وبعد كده شمي بقى ريحة ايدك، مش هتلاقي اي روايح موجودة في ايدك نهائي. طبعا بعد ما تخلصي موضوع المعلقة ده هتبتدي ان انت تغسلي ايدك تاني ومش هتلاقي اي روايح خلاص وهتقضي عليها. الفكرة اللي بعد كده الكنكة. هتجيبي الكنكه هتمليها نصها ميه، وبعد كده هتحطيها على النار وهتسيبيها لغايه ما تغلي، وهتبداي ان انت تحطي فيها بخور او عيدان البخور اي حاجه عندك، وتسيبيها تغلي لمده 5 دقايق. وبعد كده شمي بقى الروايح في المطبخ في الشقه كلها، عايزه تحركي الكنكه في ايدك، الدخان اللي هيطلع والبخار كل ده هيملالك ريحه الشقه ريحه جميله جدا من ريحه البخور اللي انت حطاها. بجد فكره حلوه جدا. لو لسه متابعة معايا الفيديو حط اللايك الجميل منك والاشتراك وصلوا على النبي في الكومنتات، ويلا نكمل مع بعض باقي الافكار. لو بتغلي حاجة على النار في الحلة وطبعا هتفور منك والغطا بتاع الحلة كل شوية يقع، هتجيبي المشبك تكوني مخصصاه للاكل بالمنظر ده، وبعد كده هتحطيه على حرف الحله. بكده الغطا عمره ما هيتزحلق ويقفل الحله، وعمرها ما هتفور معاكي على البوتاجاز. الفكره دي حلوه جدا. وكمان ممكن تعلقي المعلقه على المشبك بتاعك بالشكل اللي انت شايفاه ده. الفكره اللي بعد كده، لو عندك خرطة الملوخيه او المبشره او السكينه باردين وكمان مش بيلمعوا، هقولك على طريقه حلوه جدا هتعمليها. هتجيبي شوية من الملح مع نص ليمونة، وهتبدأي ان انت تعملي زي ما هوريكي دلوقتي بالظبط. هتجيبي نص ليمونة وشوية ملح في غطا كده، وبعد كده هتحطي النص الليمونة في الملح، وبعد كده تبدأي تمشي بقى على المخرطة كويس جدا وتلمعيها، وكمان تحميها كده من تحت. وكمان المبشرة بتاعتك هتعمليها بنفس الطريقة، انا هوريكي دلوقتي في الفيديو تعمليهم ازاي علشان خاطر تفضل حامية معاكي، ومش محتاجة ان انت توديها لاي حد يسنها لك خالص. بجد الفكرة دي حلوة جدا. هتبدأي تعمليها كده هتلاقيها رجعت معاكي حامية جدا، وبقت بتقطع الملوخية كويس جدا. والحركة دي كمان في المبشرة هتبشر معاكي حلوة جدا وهتكون حامية كمان، يعني مش قادرة اقولك قد ايه. الفكرة اللي بعد كده، احنا داخلين طبعا على المدارس، والسوست بتاعه الاولاد ساعات بتبقى تلمة جدا ومش راضية تروح وتيجي معاكي بكل سهولة، ممكن يعني كمان يقطعوها بايديهم. طب الفكرة دي هتخليكي تقضي على الموضوع ده، وانك تروحي للراجل وتصلحيها. هتجيبي القلم الرصاص وهتبدأي تلوني السوستة. تمام، هتبدأي تلوني السوستة زي ما انت شايفة كده، يعني من ورا او من قدام كده رايح جاي، وكمان الناحية المقفولة والناحية كمان المفتوحة بالشكل دي، كأنك لونيها بالظبط. انت شفتي اول الفيديو السوسته كانت تقيله شويه معايا، بصي دلوقتي راحه جايه بكل سهوله اهي معايا. بجد حلوه جدا. اعمليها في اي سوست عندك، سواء شنط خروج سواء شنط الاولاد، اي نوع سوسته عندك ابتدي اعملي فيها الحركه دي، لونيها بالقلم الرصاص، هتمنع اي حاجه فيها موجوده سواء صدى او اي حاجه. الفكره دي حلوه جدا. لو عجبكم الفيديو بقى حطوا اللايك الجميل منكم والاشتراك في الصفحه.
علشان يوصل لكم فيديوهاتي.